أن معش في أكبر تظاهرة عالمية لخدمة المصالح السياسية أو المداخيل المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم. مجموعة من الأسئلة طرحت قبل وأثناء هذا الماتش بين المغرب وفرنسا. لماذا لم يبتسم إنفانتينو كعادته من بعد كل ماتش بعد فوز المغرب على البرتغال؟ وعلاش قرر الرئيس الفرنسي فجأة حضور هذا اللقاء مع إنفانتينو مباشرة من ربحات فرنسا إنجلترا؟ وشنو هو السبب اللي خلى امير دوله قطر الشيخ تميم ما يحضرش هذا اللقاء، واللي كان حريص مع عائلته يساند الاسود في الملعب وحمل رايه المغرب بعد تحقيق كل انتصار؟ واش المستشهرين كيفرضوا حضور الاسماء الرنانه في مثل هذه المباريات النهائيه بحال ميسي ومبابي، ام ان مكاتب وشركات المراهنات الكبيره عندها يد كذلك في توجيه نتائج المباريات لصالح المنتخبات الكبيره بين قوسين؟ ما عرفتش هذه الاسئله وغيرها كثير واش يقدر يجاوبنا عليها الحكم المكسيكي سيزار راموس، اللي سبق ليه قاد ماتش ديال بلجيكا بزيه الاسود وادى مباراه ممتازه بشهاده البلاشكا انفسهم، واستبدله في هذا الماتش باللباس الاصفر، ولكنه خلى اللون السواد في قراراته التحكيميه، وهذا الشيء اللي لاحظته كل وسائل الاعلام العالميه باستثناء الفرنسيه طبعا. جوج ضربات جزاء واضحه وضوح الشمس في نهار جميل خلاها مولاها، بلا ما نهضروا على البطاقات الصفراء اللي كان ممكن تضوبل مثلا للاعب الوسط فوفانا اللي بدل ما يجبد ليه الباسطات اكتفى بالانذارات الشفويه ليه 3 أو 4 مرات، وكذلك لكيليان مبابي اللي شيط في واحد الكره للحارس بونو في لقطه كان ممكن يعوضوا فيها الحارس منير محمدي. في غرفة الفار الحكم الكندي فيتشر درومسكين تلفاتو 41 كاميرا اللي كانت تحت التصرف ديالو باش يشوف الشاده والفاده في التيران، ومن بان حتى خطا في لقطه هرنانديز مع بوفال ولا شواميني مع املاح في مربع العمليات. العجب والله الا العجب، عشنا وشفنا حتى ولينا نسمعوا منتخب افريقي وعربي تطبخ من اجل الكواليس باش ما يربحش.